يا جمالا يا جمالا على القلوب تجلى وربيعا على الحياة أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بيكم. وعنوان الفيديو بتاعنا دلوقتي هو البسملات بالمقامات. عندنا بسملة وبسملة يبقى بسملتين، طب لو 3 يبقوا بسملات. البسملة هي البداية اللي بنبدأ بيها التلاوة. البسملة هي البداية اللي بنخش بيها على الترتيل بتاعنا. فلو فرضا كده، تخيل كده، انا عايزك تتخيل معايا كده ان ايه، انت داخل تصلي امام، وجي واحد كده قال لك ايه، عايزين نسمع كده يا اخي شويه صبا مثلا يعني. يبقى انت اول حاجه هتعملها انك هتبسمل وتخش على الفاتحه. لو البسمله اتقالت صح، يبقى انت الاخ اللي كان عايز يحرجك ده، انت كده ايه يعني، سديت معاه خانه. طب لو اتقالت غلط ودخلت على مقام تاني، يبقى كده الموضوع مش حلو. كويس. يبقى انت لما يبقى عندك بسملة الصبا وبسملة النهوان وبسملة الرصد، فانت معاك مجموعة مفاتيح لكل مقام. البداية بتاعت كل مقام لو اتقالت صح، يبقى المدخل بتاعك مظبوط، هتقدر ان ايه، انك انت تكمل المقام صح. طيب تعالوا كده، انا عايزك تعتبر كده ايه البسملة دي كما لو كانت انشودة. يعني البسملة لكل مقام كما لو كانت انشودة، انت بتحفظها كويس وبتقولها، عشان لما تحب تخش على مقام معين تفتكر البسملة بتاعته، تقوم ايه، تخش على المقام بشكل صحيح. اول بسملة بسملة الصبا، هتتقال ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهي كده دي بسملة الصبا، احفظها. تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تاني بسملة عندنا بسملة النهواند، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. طيب تالت بسملة العجم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. طيب البسملة اللي بعد كده بسملة البياتي، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة اللي بعد كده السيكة، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة اللي بعد كده حجاز، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة اللي بعد كده الرصد، بسم الله الرحمن الرحيم. آخر بسملة بسملة الكرد، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى دي مجموعة البسملات أو المفاتيح كده اللي بتبدأ بيها تلاوتك وتخش بيها على المقام. أنا هحط لك مجموعة البسملات دي في الوصف تحت في الفيديو، تقدر انك انت تحملها وتسمعها كويس وتحفظها حفظ صم، بحيث انها تبقى البداية بتاعتك اللي تبدأ بيها ايه المقام، وتكمل بيها التلاوة بشكل صحيح. اشكركم واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نبي أنت